مرحبا، معكم المدرب مولاي علي، متخصص في الكرات الثابتة في سلسلة تكتيكات الكرة الثابتة. اختيار اليوم سيكون من الأسبوع الأول من دوري نجوم بنك الدوحة القطري من مباراة التحيل والشيحانية. اخترت بعض الكرات الثابتة المميزة. أول كرة هي ضربة خطأ غير مباشرة لنادي التحيل، نفذت بطريقة جيدة. تلاحظون هذه الكرة الثابتة في الشوط الأول نفذت بطريقة مميزة، استهدفت مساحة معينة ولاعب معين. أولا ثم تكررت. في المرة الأولى لم تسجل، وفي المرة الثانية تغيرت بعض التفاصيل وتم تسجيل الهدف عن طريق ضربة خطأ بنفس المنفذ ونفس التكتيك. أولا نلاحظ الركنية. عندنا منفذ من جهة اليسرى بالرجل اليمنى من الخارج إلى الداخل. خط دفاع نادي الشيحانية مرتفع تقريبا متر عن خط مربع العمليات. خط دفاعي ب8 لاعبين أو 8 مدافعين أمام 6 لاعبين من نادي التحيل، فهو دفاع خط متقدم. تقدم الحارس تقريبا بمترين يميل إلى القائم الأول. هناك لاعبي الكرات الثانية، وهناك دفاع. هذا حائط من لاعب واحد أمام يحمي القائم الأول، وهذا لاعب في انتظار الكرة المرتدة والثانية وقيادة المرتدة في حال حيازة خط الدفاع للكرة. التنفيذ كان متقن، استهدف المنطقة التي بين المنطقة الوسطى والقائم الأول. تحرك المهاجمين كان ذكيا، كان مع انطلاقة الكرة لكن دون تقدم إلى خط التسلل. ثم التسلل وسط المدافعين مما سمح لهم بالتواجد في المكان المناسب. ارتقاء اللاعب، لمس الكرة برأسه، الكرة خارج الملعب بسنتيمات عن القائم الثاني. أعيد، لاحظ خط الدفاع، هنا مراقبة فردية، هنا لاعب ورادار يستهدف القائم الثاني، ثم تسلل لاعب وسط اللاعبين لاستقبال الكرة، إلا أن ارتقاءه كان متأخر شيئا ما، فقام بلمس الكرة دون التحكم فيها وتوجيهها لداخل المرمى. لمس الكرة إن أنه لم يستطع توجيهها. هذه الركنية الأولى بالشوط الأول. بالشوط الثاني كررت الركنية، ولكن هذه المرة من الجهة اليمنى. نفس التفاصيل الدفاعية، 8 لاعبين، خط دفاع، بعض اللاعبين مراقبين من نادي التحيل، لكن خط الدفاع جاء على خط مربع 18. في الركن في ضربة الخطأ الأولى الغير مباشرة كان يبعد تقريبا متر أو متر ونص على خط مربع العملية، هذه المرة على الخط نفسه، أي خط متقدم للحد من خطورات مهاجمي التحيل والذين يتقنون ضربة الخطأ المقوسة إلى داخل مربع العمليات. لكن الملاحظة من جهة الدفاعية أن لاعبي الشيحانية لم يغطوا الخط بشكل جيد، هذا تركوا هذه الثغرة، ثم توزيعهم لم يكن يراعي حالة تمركز مدافعي أو مهاجمي نادي التحيل. فالمفروض أن تكون كثافات المدافعين في هذه النقطة لتعطيل المهاجمين الانطلاق لاستقبال الكرة. هذه الثغرة سهلت دور المهاجمين في التسلل دون الوقوع في خطة التسلل، وأخذ المساحة والوقت لاستقبال الكرة. كما سنلاحظ الآن اللاعب يعطي الإشارة، يرفع. لاحظ تسلل لاعبين من تلك الثغرة التي نبهنا عليها سهل الأمور، لكن هناك عوامل أو تفاصيل أخرى، منها تأخر انطلاق خط الدفاع مع رفع الكرة، تأخر واضح، ثم يقابله انطلاقة دقيقة في التوقيت المناسب لمهاجمي التحيل عبر تلك الثغرة. مما ساعدهم أيضا أن اللاعب مدافع الشيحانية رقم 3 كسر خط التسلل، مما جعل اللاعبين المتسللين من الثغرة في حالة قانونية لم يقع في خط التسلل، منهم بودياف كريم بودياف الذي استقبل الكرة في توقيت مناسب في مساحة مناسبة وارتقى حرا وسجل الهدف. كما سنلاحظ هنا، لاحظ هنا حر دخل من الثغرة، جرى، ارتقى، ثم ضرب الكرة برأسه وسجل الهدف. هدف جميل. أعيد هنا إشارات المنفذ، إشارة متفق عليها في الغالب الكرات الثابتة الحديثة. انطلاق كريم، استقبال الكرة في أعلى نقطة، ضربها بالرأس، تسجيل المرمى بدون أي مزاحمة من المدافعين مرة أخرى.